السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا اليوم مع قصة جديدة كيعاودها واحد السيد. العنوان ديال هاد القصة هذه هي قصة مول الطاكسي. تعاود على لسان ديالو تيقول: في عمري 38 سنة، الشيفور ديال الطاكسي بيض، دابا أب وعندي بنية ووليد. هادشي اللي غادي نعاود لكم وقع ليا في العطاوية في طريق دمنات دابا واحد 5 سنين هادي. كنت غادي بواحد العائلة تلاقيت بها حدا المحطة الطرقية ديال ولاد زيان. طلبوني ورغبوني نوصلهم في الوقت اللي انا راجع في حالي للدار. بانوا لي ناس معقولين ومتقلين وكانوا مزروبين، والكيران ديك الساعة كاملين دايرين اضراب. راه الناس ولاد الدرب الكبير وعيل برجا غادي يعرفوا علاش. هاد الشيء ما علينا. تفاهمت معاهم على الخلاص، هزيتهم، شدينا الطريق مع ديك 9:30 ديال الليل غادي، وكندوي مع الاب ديالهم اللي هو يبارك حدايا، والمدام ديالو وبناتو اللور. الطريق كامله وانا كندوي معاهم مقشبين وناشطين. واحد الوقيته وصلنا لواحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح. قال لي: يا السيد وقف هنا الله يخليك، نعطي واحد الامانه للوالد ديالي كيسكن هنا بالزربه، غير واحد ربع ساعه الله يجازيك بخير. انا على نيتي قلت لي خذ راحتك غير ما تعطلش عليا عافاك. صافي بقيت مع مرتو وبناتو في الطاكسي اللي هما يا جالسين في اللور. زدت شويه في صوت الراديو، بديت كنسمع شويه ديال القران، ومره كنشوف في روتروفيزور، كنشوف شكون جاي ورايا، وكنشوف مراتو وبناتو سقلو. كنشوف فيهم غير بنص عين من بعد ما كانوا محيحين وناشطين. قلت لهم: الوالد ديالكم، واش الوالد ديال الوالد ديالكم عايش هنايا مع خوتو هنا او لا غير بوحدو؟ ما جاوبونيش. عاودت نقصت من الراديو وسولتهم، قلت لي لا واش الوالد ديالو عايش غير بوحدو هنايا؟ ولكن هاد المره تلفت عندهم ما جاوبونيش، ولقيتهم كيشوفوا فيا كاملين واحد الشوفه اللي هي ماضيه، وانا ندير واحد الضحكه صفراء حيت ما فهمت والو. صافي جبت قرعات الماء بديت كنشرب، وهي تنقز بنتهم وهي تقول لي: بابا ما غاديش يرجع، غير كذب عليك، تيقوا بيا. فاش سمعتها والطريقه باش قالتها بديك الثقه وهي الصغيره فيهم، واللي زاد خوفني هو كلشي بقى ساكت. قلت لها: كيفاش علاش؟ وكنضحك ديك الضحكه تاني الصفراء. فاش شفت في الروتروفيزور كيبان ليا البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه، والكبيره على اليسر والام في اليمين، وكتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه. صافي تما بديت كنتخربق، وبدا الدماغ ديالي كيدور وكنخمم غير بوحدي مع راسي. انا مروم طاكسي للبيس وحاضي والظلام والخلا والقفار. بديت كندير راسي كنغني بشويه بحال ما مسوقش ليهم حتى يجي باباهم، وما بقيتش قادر نشوف ورايا بكل صراحه. شويه شفت المكانه، لقيت السيد تعطل بزاف. يلاه غادي ننزل نشوف واش جاي. كنحس بشي واحد كينغص فيا في ظهري. فاش تلفت وهي تدفل عليا ديك السيده في وجهي وكتغوت بالجد: سير عطينا اتساع، اشنو بغيتي عندنا؟ عجبك الحال دابا؟ وانا ديك الساعه مشالي الشوف شي 50 ثانيه وجاتني بحال الدوخه. فاش رجعت للوعي ديالي حليت الباب بالجد باش نجرهم كاملين نخرجهم ونهرب في حالي. فاش حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي. يا خوتي تصوروا هاد المشهد هذا كيفاش داز في ثانيه. هادشي كامل اللي كنعاود لكم داخت بيا الدنيا وما بقيت عرفت اشنو واقع
ولا شنو كاين، وانا واقف في الخلا والقفار ما فهمت حتى وزه. اخوتي وربي شهد على هاد الهضره هادي، فشلت وطحت على الركابي ديالي وكنبكي. نط ديماريت الطاكسي، تلفت على الطريق، تلفت غير بغيت نهرب ديك الساعه ونبعد من تما، وكنت غادي بواحد السرعه اللي هي خياليه، حتى بانت لي الطريق شديتها وبقيت غادي واخا ما عارفش فين غادي، وما بانتش ليا في ديك اللحظه حتى شي بلاكه. شويه كيبان ليا واحد البراج وانا نفرح شويه. عاودت ليهم وسولتهم فين انا دابا، قالوا لي راك في الجواله. المهم طمنوني وقالوا لي ما تخاف والو، وانا ديك الساعه حاشاكم سروالي بلت فيه بالخلعه وراجع وما كنشوفش الروتروفيزور ومخدم الراديو على الجهد باش نتلف. وصلت اخوتي الكازا ودخلت وكنقول الحمد لله والشكر لله. بلاصيت الطاكسي سلمت على العساس، قال لي مال حوايجك مقطعين؟ انا كاع ما شفتهم وما رديتش ليهم كاع البال باللي مقطعين ولا حسيت بهم. قلت حتى الصباح ونعاود ليك. قال لي ياك لاباس، هي تجيني البكيه تاني يلاه قال لي برك وعاود ليا. وانا نشوف هذيك العائله خوتي دايزين من الشارع وكيشيروا بيديهم جهتي. حليت عينيا لقيت راسي في سبيطار محمد الخامس، ودايرين بيا امي وبا وخويا الكبير. ايوا خوتي من تما وانا مريض ومتبع عند طبيب نفساني من بعد ما درت الرقيه وكل شيء. سمحوا لي طولت عليكم بزاف، ولكن عاودت لكم هذاك الشيء اللي داز عليا وباش تعرفوا شنو داز عليا، والحمد لله والشكر لله على كل حال. ردوا البال اخوتي لراسكم وعرفوا شكون اللي تهزوا معاكم. راه الاكثريه ديال الشوافريه، اكثريه ديال الشوفريه لا ديال الطاكسيات لا ديال الرموكات لا ديال الكاميوات كيوقع ليهم بحال هادشي واكثر من هادشي. غير هي في المره الاولى كتجي قاصحه شويه والانسان ما تعرفش شنو هو هادشي هذا. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يحفظ جميع الشوفريه ويحفظ المسلمين اجمعين، وديما خليو معكم القران وديما ذكروا الله وخليكم محصنين، وصلي الصلاه ديالكم في الوقت ديالها وما غادي يوصلكم والو باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.